هنتصرف في الموضوع ده ازاي؟ انا عايز اعرف حازم ما جاش ليه لغايه دلوقتي. والله لسه مكلمه وقال لي انا جاي في السكه اهو. تعالى حازم قول لي عملت ايه؟ معلش اتأخرت عليكم يا جماعة. مش مشكله بس قول لي عملت ايه؟ هو مش في البلاي ستيشن اللي بيقعد فيه، ورحت لصاحب الكافيه قال لي ما بيروحش بقاله 3 ايام. ايوه ما ده متوقع طبعا. نمره تليفونه. سوري يا انكل، والله هو قافل تليفونه بقاله 3 ايام. ايوه ما انا عارف، بس اكيد عنده نمره تانية، ما هو لازم يكون عنده تليفون تاني عشان يكلم المقاطيع بتوعه دول. ما لقيتهاش؟ حاضر يا انكل ماشي، هتصرف واجيب حضرتك. لازم ها. ماشي يا انكل. وبقول لك ايه، انا عايزك كمان تجيب لي صوره ليه، لان انا شفته في النيابه كده على الطاير ما لحقتش القطه، ها، فعايز صوره ليه. ها تمام ماشي حاضر، بكره هتبقى عندك ان شاء الله. حبيبي الواد ده راجل قوي. فعلا مش عارفين طالع لمين بصراحه. فاطين ده راجل من ظهر راجل. خلاص حبيبي خلاص روح انت. نهزر يا سيدي. خلاص يا جماعه مش وقت تهريج، بس ركزوا معايا عشان احنا عايزين نجيب الواد اسمه نادر ده. نجيبه ازاي؟ شريف انا عندي حل. وسايبني وساكت؟ احنا نكلم عبد الرحيم جوز اختك، هو عنده رجالته ومواقفه كلها جدعه، يجيب العيال دي ويجيبوه ويقرروه. ولا يقرروه ولا يظبطوه، الكلام ده ما ينفعش خالص. عبد الرحيم ايده سابقاه، ما بيستخدمش عقله، ولو الواد خد الموضوع ده زرع ضدنا هنروح في 60 داهيه. الموضوع ده عايز مخ مش عضلات. انا قلت اللي عندي بقى، شوف سميح. انا عندي فكره. بقول لك ايه، انا عايز منك خدمه. رقبتي انت تؤمر يا شريف. شوف يا سيدي انا اوه الو. ايوه خالد بيه. نعم. لا ما اقدرش اقابلك دلوقتي، انا عندي ظروف فظيعه جدا وعندي مشاكل اسمعني بس. طيب حلو قوي، انت حضرتك تسافر ولما ترجع اقابلك. ما هو خالد ماشي حاضر ما تزعلش نفسك، حاجه اقابلك حاضر. مين خالد بيه ده؟ ده خالد بيه الله يخرب بيته، صاحب المنتجع اللي كنت بشتغل فيه، عايز يقابلني دلوقتي. ويخرب بيته ليه؟ ما راجل متمسك بيك اهو، ما تقابله. يا عم مش وقت الكلام ده دلوقتي، ركزوا معايا بس. كنت بقول لك انا عايز منك خدمه. ها ها بص يا سيدي،